مرحبا بالناس الكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات العبد يضحك ضحكة صفراوية ما مسالش، خاطر القلب يبدا يبكي برشا مشاكل، برشا نكون لبس عليا نهبط لتونس والمشاكل الكل تهبط عليا، راني عملت يدي ولا ما عملتش، ياسر مشاكل في تونس، ان شاء الله ربي يجريها على صلاح، وان شاء الله ربي يفرهدنا الناس الكل، يفرهدنا خلقه الكل مسلمين وغير مسلمين، ان شاء الله ربي يفرهدنا، وان شاء الله ربي مع تونس ومع الرئيس ونشكروه برشا على الشيء اللي عملوا، نشكروه ياسر ياسر ياسر، ونقولوا له بارك الله فيك وامشي الى الامام ورانا كنا وراك، لا رجوع الى الوراء، رانا معاك، خاطر الحرب اللي قاعد يقوم بها السيد الرئيس حرب قويه، حرب قويه، مش لازم تكون الحرب بالكرتوش الواحد، الحرب اللي يعمل فيها السيد الرئيس حرب قويه، نقولوا له بارك الله فيك ويعطيك الصحه. وانا باش نخاطبه هو مباشره، باش نقولوا نداء استغاثه لتونس، تونس باش تضيع منا، مش مجموعه هذوما اللي تحارب فيهم، من جهه اخرى من الاستيطان نتاع الافريقيين اللي ولا ما عادش مسكوت عليه، يلزمنا نتكلموا، يلزم السيد الرئيس انت هو اللي باش تعمل لنا حل. احنا نعرفوا اللي ثم حاجه وثم اتفاقيات وثم كل شيء، ونعرفوا اللي ثم صايره حاجه، ما نعرفوش الحقيقه بالكدا. توا نحن ولينا في ارضنا في بلادنا، نحن ولينا كريه عندهم، هما يعملوا في كل شيء، ما كلمهم حد، برا امشي يشكي للمركز ما يعملوا لهم شيء، تو يمكن شي شيء تحركوا، خاطر تلمو شيء ولا قوي، سرقه وبيعان دراغ وتبييض اموال وكنيسيات وشيء مهول وفساد وشيء تونس ناقصه هما زادوا عليها. تو انا باش نحكي على قانون فرنسي، هذا القانون عملته فرنسا، القانون هذا فيه الجزائر وتونس والمغرب، قال لك الارض ارض فرنسيه ويجب استرجاعها. ومش من توا عاملين القانون، انا فقنا بيه احنا توا، احنا ديما نقولوا فرنسا فما حاجه مش نورمال، قالت لك هذيك ارض تاع فرنسا ولازم استرجاعها. بلي باش نسالها سؤال انا، فرنسا على بعضها الكل، يا اخي هي ذي انتم اصلكم منين؟ اصيل ما عندكمش اصل، انتم من اصل ما عندكمش اصل جمله. يا اخي تونس راهو نتاع الامازيغ ونتاع البربر ونتاع الحضارات اللي تعديت وخلفت وراها، شم جايبكم انتم؟ جيتوا انتم استعمرتونا وقت الحرب العالميه وقعدتوا لهنا مع انتم شوشو نتاع امريكا عطاتكم، قالت لكم خذوا افريقيا وعملتوا فينا اللي ما يتعملش. منين جيتوا انتم نتاعكم؟ كيفاش نتاعكم؟ كيفاش فهمونا كيفاش تونس والمغرب والجزائر شمال افريقيا نتاعكم؟ قال لك لازم ترجع الامبراطوريه، هما فرنسا تجي من فوق وتحت شمال افريقيا، قال لك الامبراطوريه لازم نرجعوها وهذيك ارضنا نتاعنا. عيني كان يقاسي فيها انا، اللي مش نتاعو قاعد يقول نتاعي على اراضي، هنا يقاسي فيهم انا، ناس عينيها ما اصحش منها، عاملين قانون وعاملين شيء كبير وتخطيط عنده توا برشا، احنا فقناش بيهم، راه توا بدا وقت اللي كثرت الافارقه هما تحت راس الحكايه هذيا، فرنسا هي اللي عملتها الحكايه، هي عملتها الحكايه نتاع فرنسا، فهمتني؟ واللي يحب يطلع على القانون هذايا يدخل على اليوتيوب، يمشي الجورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك فرانسيز، تو يلقاه، يمشي يدخل تو يلقاه القانون ويتفرج في الخنار الكبير. هذايا مخطط صاير من زمان. القانون هذا تعدى في 2005 في فرنسا، فقناش بيه احنا، en 2005 تعدى القانون في فرنسا، هو التخطيط من قبل، اما عام 2005 تعدى القانون. في فرانس 24 في 2005 مؤسسة لإحياء ذكرى الحرب في الجزائر والمغرب وتونس، يحبوا يرجعوا الإمبراطورية الفرنسية في شمال إفريقيا، هذايا فرانس 24 خبرت عليه في 2005، ما فقناش احنا، من بعد تتلقاوهم، ادخلوا على الموقع هذاك تتلقاو كل شيء. قانون تمديد الاستعمار هو قانون عسكري، هذوما قالك قاعدين يمهدوا للعسكر نتاعهم والشعب نتاعهم، يمهدوا فيهم بشويه بشويه، خاطر هما باش يدخلوا يستعمرونا، تو ينجموا يستعمرونا، تو ينجموا. قالك هذه كانت ارض فرنسيه واخذت منا ولازم ترجع لفرنسا، هاك باش ترجع لك، حذر روحك. تو فهمتوا عليه الافريقيين قاعدين يدخلوا لتونس لا رقيبه ولا حسيبه وما يكلمهم حتى حد، فهمتوا تو البرنامج نتاع افريقيا اش عملت؟ هي كانت تشجع في الهجره الشرعيه، وفما لوبيات تخدم، وفما ملي قالك ثم في بي وفما كل شيء في الهجره، اعرف
مش هكا المزمرين اللي عنده فلوس صغير يخرج ليه كل قدير وقدره. ما البرنامج مخطط هي عملته تخرج تونس، تخرج الماكسيموم اللي مات في البحر واللي باعوا له العظام تاعو واللي كل واحد كيفاش مشى، وتخرج الادمغه بطريقه اخرى زعما ذوك باش يدبروا خدم البرة. كل طريقه كيفاش عملتها تنقص الشعب الماكسيموم وتعبيه بالافريقيين، تعبيه بالافريقيين باش نهار تكون القائمه الشعب اللي باش يقاوم ما عادش ثم مش قعد فيه الشعب كله باش يتبادلوا. تو ثم ظاهره جديده في تونس، هذوكم الافريقيات الكل من سيل كلهم حباله، الكل ما تعدى غزر كروشهم، كل حباله يحبوا ويولدوا في تونس باش ياخذوا الجنسيه نتاع البيبي نتاعهم وياخذوا هما الاوراق ويستوطنوا لهنا. برنامج كبير راهو، وكان تراش عندهم فلوس، وكان تراش شنو اللي عاملين، كانت حتى من الكنيسيات والكل جابوهم لنا 9 كنيسيات عنا، والعباد نهار كل تشتع يكريو جراج يعملوه كنيسيه وبرا تفرج، والعباد دايخه والشيء وكالشعب ذا والكل وكالهم ذاك الكل. توا خلينا نحكيو شويه على البنود نتاع القانون هذايا. توا البند الاول قالك احنا قبل ما نحكي لكم على البند الاول، احنا ما شفناش الاستعمار الفرنسي. انا تولدت وقت اللي تونس استقلت، دونك امي ومماتي وجدودنا الكل يعرفوا التاريخ، والتاريخ بيدو ما تمحاش، مش بعيده ياسر. وكما الجزائر 1962 استقلت واحنا 56 مش بعد برشا، تسميوش بعد برشا. معناتها حتى تصاور حتى الناس اللي سمعت ابوهم وسمعوا اجدادهم وكل المقاولين الكل مازالت الحكايه تدور، مازالت ما تسميش بعيده ياسر 62 و56 والعوام هذوك ما تسميش بعيده ياسر. احنا شفنا في التصاور وشفنا في الافلام وكل شيء التعذيب اللي عملته فرنسا للشعوب افريقيا، شمال افريقيا. احنا وقت احتلتنا فرنسا احنا والجزائر والمغرب، الشيء اللي عملته فينا تكذب العين ومرات تعذيب شفناه، ثم حتى تصاور نوري بلون قاعدين يوريه. كانوا معناتها رجال ونساء ما خليوا حتى حد، كانوا الجنود نتاعهم كيف تعدى امراه حبله تونسيه يتخاطروا عليها، هذاك يقولوا انثى والاخر يقولوا ذكر، اش يعملوا؟ يحلوا لها كرشها، هي ديجا ماتت والبيبي مات باش يشوفوه انثى ولا ذكر. هذه اكثر قمه في التعذيب، هذه اقوى قمه في التعذيب، هي الحكايه هذه. تصور الجسد الحقيقه مازالوا راهو. هذه قال لك زاد باش يعملوا يوجهوا تحيه رسميه للتضحيات الذي يشاركوا في الانجازات نتاع فرنسا وقت اللي فرنسا احتلت تونس والمغرب والجزائر. قال لك باش يعملوا لهم يوجهوا لهم تحيه خاصه محطوطه في القانون، اقراوه، ادخلوا تلقاوها الورقه بيضاء وتقراوا الورقه بيضاء ومكتوب عليها البند الاول والبند الثاني وبند مكتوب عليها كل شيء، اقراو. وهذا القانون هم يستخدموا فيه المسائل العسكريه، المسائل العسكريه هما كل عام في 5 ديسمبر يكرموا الحركتين اللي قتلت ونكلت بالشعب الجزائري والمغرب وتونس. هذوما قال كل عام لو 5 ديسمبر يكرموهم. يحبوا يعملوا تو مؤسسة يجيبوا فيها كل عام ذكرى الحرب في الجزائر وتونس والمغرب، هذه الذكرى لقتل الشعب نتاع شمال افريقيا مرة أخرى. هاي قال لك هذوما بتاعنا تونس نتاعهم هما ايش يعملوا؟ مو عندهم العملاء نتاعهم هنا في تونس، عندهم العملاء في الدول الكل، عندهم العملاء يسعوا للفتنه في تونس، يسعوا للفتنه كما بين النهضه وبين الاسلاميين في تونس ومش اسلاميين، شعلوا النار يحبوها تاكل بعضها، يحبوها حروب اهليه باعانه الجماعه اللي تابعينها اللي راهو فيهم نحن اللي شعلوا في النار. في الجزائر كيف ديما يحبوا الحروب الاهليه، يحبوا يعملوا ما بين البربر والامازيغ، هذيك يشعلوها بين البربر والامازيغ. وفي المغرب كيف يحبوا يحاركون في بعضهم. احنا تو شفناهم كيفاش شعلوها بين المغرب والجزائر، فكروها كلمات وقت اللي شعلت بين المغرب والجزائر فتنه، هما يحبوا على الفتنه باش ينجموا يدخلوا، قاعدين يكثروا في الافارقه ويعملوا في الفتن، يحبوا الفتن باش الدوله خاطر الشعب وقت يبدا يقتل بعضهم يحبوا ينقصوا الماكسيموم باش يدخلوا الاخرين باش يدخلوا هما وراهم. يحبوا كي شعلوها بين تونس والجزائر. تفكروا حكايه هذيك المعارضه اللي هربت ولا هربوها ولا كيفاش حبوا يشعلوها ما بين تونس والجزائر،
كيفاش الشيء اللي صار وبداو حتى في الحدود الجزائريه ما تعرفوهم احنا الجزائريه نرفوزين ياسر، بداو يردوا في رده الفعل كيفاش احنا اعطيناها ولا سافوار، واحد يقول لها خطفوها والاخر يقول هزوها والاخر يقول هربت، كل حد شي يقول. هما حبوا يعملوا الفتنه ذيك بين تونس والجزائر. انا نقول لكم وشكرا ساعة للرئيس الجزائر تبون، شكرا 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 اللي قال ما نحبش حتى واحد تونسي في الحدود نكلوا به ولا تعذبوه، تعملوا له حتى شيء توانسه. ومن وقتها وقفت هو يعرف هو سيد هذاك تبون يعرف الفتن ويعرفوا مش يحبوا، ويعرف شكون اللي قاعد يحرش وقاعد يعمل. وفي الاخر عرف اللي فرنسا عملته العمله ماهيش تونس، احنا ما نغدروهاش وما نعطيوهاش بظهرنا. الجزائر مستحيل لا رئيس ولا شعب، الجزائر ما معاهاش لعب. وفي العالم كامل وكان دوروا العالم كامل ما تلقاوش زوج دول يحبوا بعضهم قد تصير الجزائريه والتوانسه. يا بنتي كل الحدود هذاك ما يعرفوش بيه راهو لا تونس لا الجزائر، وكان يلقاو يكسروه. شعب واحد راهم شعب واحد، اللي يأذيهم يأذينا. احنا شفنا سيادة رئيس الجمهورية متاع الجزائر كيفاش يقول ما نسمحش حتى الدولة تتدخل في تونس، يدافع علينا ذاك باش ما يعطيش الاخرين يقطع لهم السفل باش ما يبداوش يخموا ويدخلوا يعملوا لنا عمايل وقت البلاد داخله بعضها. وقف لنا في برشا حاجات راهو قف لفات اللي وقت البرد والثلج يبعث بابز الغاز ويبعث كل شيء للحدود غاديك تبرقه وكل برد وكل يزي. فمش حتى الدوله تعمل هكاكا، نحن ما نغدروهاش الجزائر. اما هما يحبوا يعملوا فتنه ويحبوا يدخلونا بعضنا. اما شكرا رئيس الجزائر اللي فهمها الحكايه وقال ليه اقفوا ما تعملوا حتى شيء. انا باش نحكي لكم على طرفه صغيره صارت لي انا ما تعرفوني عايشه في امريكا. مره مشيت نقضي خاطر عندنا حوانت نتاع حلال فلسطينيين عراقيين، تدخل غاديك تلقى ذبيحه حلال، تلقى الدجاج حلال، لحم حلال، وتلقى الحاجات العربي نتاعنا تنجم تشريهم. دخلت مره نلقى واحدة جزيريه، انا على نيتي كلمته قال لي تفضل درش، هو بيدو اللي يبيع جزائري. قال لي تفضل. قلت له شنو الكماندا اللي نحب عليها، ما شو اللي نحب نشري. يا ولدي نلقى امراه هي وراجلها وبنتها سمعتني نتكلم بالتونسي قسما بالله اللي باستني وعنقتني. المراه ما عادش تحب تسيبني، قالت لي راني عايشه في الغربه عندي توا يجي 15 سنه ما روحتش، قالت لي راني نحب نشم ريحه الجزائريه ولا ريحه التونسيه، وانا راني نبوس فيها معاها نبوس فيها حتى نضحك عليها. قالت لي راني حتى اللغه العربي ما عادش نسمعها ياسر، معناتها بما انه الاولاد كي يمشيو للمكاتب يبداو يتعلموا حتى في الدار ولاو يتكلموا عربي وانجليزي. المراه فرحت بيا شيء مهول جزائريه باش تشوف لي نحن من عند ربي راه دم واحد. خي مرت تبون ما تونسيه، مرت الرئيس ما تونسيه، مرت رئيس الجزائر تونسيه. دونك احنا عائله واحده رانا، وعندنا برشا ناس. انا عندي خويا ماخو جزائري يمكن عنده 50 سنه في الجزائر، ولاده كبروا وعرسوا وكل. دونك حتى حد ما ينجم يفرق بين تونس والجزائر. يا ولدي فرد بلاد واحده تونس والجزائر. وقال لك زاد في البند هذا قراو بند داخل، قال لك يحب تضمين في التعليم المناهج الدراسيه وتضحيات الجيش الفرنسي في هذه الاراضي. يحب في التعليم نتاع تونس والمغرب والجزائر يدخل الحكايات هذوما، يحب يدخل. بربي انا نحب نعرف تضحيات شنو، تضحيات شنو. قال لك تضحيات فرنسا للشعوب، باش عملوا لنا تضحيات، قتلونا وسرقونا وتو مازالوا ينهبوا فينا. يخش بينا نحن ماشي في بالهم اللي احنا مصدقين وهما ناس اذكياء. تي احنا اذكى منهم، تي احنا اذكى منهم. تي انا خرجت لبرا وريت يا ولدي، انا خرجت لبرا وريت، خلي الدنيا عزيها سكات. اذكى شعب الشعب التونسي، اما مش لاقي حظه. تشوفهم انت في العالم النوابغ شكونهم ماشي في بالهم نحن معناتها مصدقين ولا الجزائريه كيفنا مصدقين. ليه ماناش مصدقين. يا حسره كي كانوا يحكيوا هذوما لجدادنا وجداد جدادنا ناس بسطاء على قدر حتى نعرفوا نحن توا الدنيا مفتوحه، اليوتيوب موجود واللي سيت موجود والتلفز موجوده والاخبار تاخذهم من اي بلاصه، وحتى مش مثقف يولي مثقف في شكون يحكيوا الحكايه هذوما، شكون يحكي فيهم. باش يوريك الغطرسه نتاع فرنسا ما عادش تمشي لها، الغطرسه نتاع فرنسا ما عادش تمشي لها. قال لك الراجل التضحيات اللي قدمتهم للشعوب تاع شمال افريقيا يحبوا يدخلوا في البرامج نتاع الدراسه تمجيد تاريخ الاحتلال الفرنسي في البحث العلمي مقواهم. اما صح عليهم خاطر لقاو عملاء، وكان جات الناس الكل تقف، وكان جات الناس الكل تقف. تونس والمغرب والجزائر شعب متوحد ويقف، وربي لا يعملونا حتى شيء. اما لقاو منا والعباد تبيع بعضها، والعباد على طرف فلوس وعلى تبيع بعضها العباد. في القانون هذا في البند الخامس يحذروا
أي تشهير ضد أي شخص شارك في هذه الحرب، أي شخص بيوع، أي بيوع شارك في الحرب هذيا، قال لك ردوا بالكم تشعروا بيه ولا تقولوا فلان ولا عمل فلان، لا 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 لا، الكلهم خدموا معناتها ضحاو، الكل ضحاو، العرب واللي ما همش عرب، اللي جنسيتهم فرنسويه واللي ما همش فرنسيس معناتها من تونس والمغرب والجزائر، حتى ذوكم وردوهم فرنسيس، قال لك هذوكم الكل عاونوا ووقفوا وضحاو، فهمت شويه ضحاو. انا البند هذه الخامس يلزم شعوب شمال افريقيا، قال لك تعتذر لفرنسا، هي دخلت لنا لافريقيا شمال افريقيا وقتلتنا وسرقتنا واستعمرتنا وعملت فينا اللي ما يتعمل. شوف الافلام راهو سي فيريديك، ساعات الخفي المسيحي، قال لك احنا لازمنا نعتذروا لها، ما ثماش وقاح اكثر من هذه، قال لك احنا لازمنا نعتذروا لها. معناتها العملاء نتاع فرنسا اللي نكلوا بالشعب وقتلوهم يلزم نقولوا لهم بربي سامحونا، بارك الله فيكم عملتوا معنا البي وبارك الله فيكم سامحونا. شوف المخ كيفاش يقولوها هما لوين وصل، شوف النداء لوين وصلت. قال لك يلزم الشعوب هذيا يكفيوهم في العام يعملوا لهم شهاري، هذوما الناس الخونه واللي قتلوا واللي عملوا واللي كل فلان وفلتين العملاء نتاعها، قال لك يلزم يكفيوهم شهري في العام، ولا هما ماتوا يعطيو الورثه نتاعهم توصل 30,000 دولار 30,000 اورو من غير ضرائب، والزياده كل عام معناتها ما يعطيوهم بلاش امبو، وكل عام يزيدوهم باش الفالور نتاع الفلوس ما تطيحش. مال انت تلعب. في البرلمان الجزائري قدموا دون لو طون تجريم الاستعمار الفرنسي، قدموا مشروع فيه تجريم الاستعمار الفرنسي. الكتله هذه في البرلمان الجزائري نفس الكتله رفضته، او الضرب فيش او العملاء وين تلقاهم، وانت مش تلقى العملاء نتاعها، نفس الكتله قال لك رفضته هذايا. نحن ما نساوش في الجزائر بركه قتلت 8 ملايين 1500 شهيد اللي بالكرة، اما قتلت 8 ملايين هي راهي 8 ملايين. في 2010 قال لك في فرانس 24 تحت عنوان البرلمان يدرس اقرار قانون تجريم الاستعمار، اللوبيات نتاعهم، اللوبي الفرنسي كان قوي جدا في الجزائر. هذا وقت بوتفليقه، ولأول مرة صار القانون مع التجريم هذايا في وقت بوتفليقه دون لو طون هذايا. قال لك القانون قدمته الاحزاب اللي قلت لكم عليها، هي جبهه التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللي يترأسوا رئيس الوزراء احمد بو يحيى، وحركه مجتمع السلم ذات التوجيهات الاسلاميه وحركه الاصلاح. وقعوا على هذا القانون، فما كان 125 واحد وقعوا عليه نايب اكاهو، الاخرين حتى اللي قدموا تراجعوا كما قلنا. معناتها فرنسا البيوعه واللوبيين غلبت الجزائر في ارضها، ما تعديش القانون، غلبتها في ارضها بك البيوعه واللوبيات اللي عندها. وقت جاء احمد الطيب صالح الله يرحمه رئيس الاركان للجزائر، حتى هو هذا مات بسكته قلبيه. هذه بس السكتات القلبيه كما اللي عندنا، هي فرنسا قال لك مهمتها السكتات القلبيه، احنا ساعات نضيعوا في مات بسكته قلبيه، هي قال لك هي تحت السكتات القلبيه الكل. هذا قال لك راجل صنديد، راجل بربري مسلم، اسد من اسود الجزائر، وهو ضد الاستعمار الفرنسي، ما يحبش استعمار فرنسا. هذا قال لك الله يرحمه وينعمه، قال لك كان راجل وعليه الكلام. في عهده هو لأول مرة وزير جزائري في الحكومة يدعو إلى فتح ملف جرائم فرنسا في عهد سيد هذي الله يرحمه اللي توفى. قال لك هذا وكتبته جريدة الخليج، مش كلامه برا، في جريدة الخليج موجود. هو مسكين حكم عام بركة، وعملوا له الحكاية متاع السكتة القلبية. هو عمل الانتخابات اللي جاب التابون، هو اللي عمل الانتخابات وحاول يطلع قانون التجريم، أما الوقت ضيق وتوفى الله يرحمه. لأول مرة وزير يقول ستجرم فرنسا، وهو في عهد أحمد طيب صالح الله يرحمه ونعمه. في 2020 إذاعة مونتي كارلو بدأ تابوت يحضر لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي،
يحب يعمل تبون. تبون مخلص ووفي وذكي ويعرف يخدم ونجح الجزائر ونجح وما حطش راسه لحتى الدولة وما يسمع كلام حتى حد. شابو ليه. هي هذه اش تحب فرنسا، هي توا فرنسا هذيك اش تحب تجيب الافارقه لهنا تحتل بهم شمال افريقيا والاكثرهم توا الجزائر مش قاعده تقبل فيهم، الجزائر قاعده تخرج فيهم وهو قاعد وهم يدخلوا فيهم لينا نحنا. يا ودي تخدم تحت حسمس، تحت حاشا كيما الحنوشه كي تخدم تحت حسمس. بعد لا هجرتنا كما قلنا هجرة التوانسه وما زالت تهجر وما زالت الشيء زعما هذايا الكل اللي قاعدين يخرجوا لا كونتيتي نتاع التوانسه اللي قاعده تخرج والبطوات اللي تخرج، وينهم جماعه الحدود؟ وينهم الشرطه البحريه؟ ماهوش قاعدين يشوفوا فيهم بالكل؟ ماهوش قاعدين يشوفوا؟ انا شدينا درا شنو شدينا احباط نتاع عمليه الهجره. وينكم تشدوا واحده وتعديوا 100 كره ما تعديش حتى ذبانه ما تعديش. وينكم انتم؟ وينكم؟ كله مخطط والكل يدين تلعب في الحكايه، الكل يدين. هاكا تهجرنا نحن الكل، التوانسه اكثرهم يتهجروا وكيكا يحليلها الجو على الثروات الباقيه اللي في افريقيا. هي حاجتها بالثروات نتاع افريقيا هكا قاعده تخطط. وهما هذوما الدول قالك العظمى ما جاتها حتى عظمه وما عندها حتى شيء وتكذب. هيك توا كيف النيجر تردتها ومالي تردتها والجزائر هزت لها البطاقه الحمراء في وجهها وقاعده خايفه، وتونس قاعده تعمل على الثروات نتاعها، ثروات كل شراهم تاكل فيهم هي الغاز والبترول. قالك ما عندناش لا غاز لا بترول. العيساوي يقول عنا وانتم تقولوا ما عندناش، راجل خبير في العالم يقول عنا. وانا حاضر ونوريكم ونحكي لكم ونوريكم وحطوني انا تو ما ناخذش حتى مليم. تو تشوف شنو نعمل، نقولوا له ابعد انت ليه ماكش صحيح، ابعد خلي هذوكم كل قاعدين يتعاملوا معاه. وملف الطاقه نتاع تونس شيء مهول نتاع تونس، ان شاء الله يتحل في عهد قيس سعيد، ان شاء الله يتحل وتاخذ تونس حقها. هذا الكل الثروات الكل تاكل فيهم، ما عندها شيء، ما عندهاش باش تعيش. هكا ماكله بعدها فرنسا ما عندها شيء. هكا توا عملت لنا المخطط هذايا باش تدخل تغمر كيما العاده. فات عليها كالذهب نتاع نيجر ونتاع مالي اللي تعمل لهم دخلهم في بعضهم وبعد تجيب طياره حربيه وزعما هي باش تهدي الجو. وهي والديمقراطيه والديمقراطيين حقاق الانسان مره اخرى، وهي تكذب باش تلم وتهز. ما نحكيت لكم مره كيفاش جنرال نتاعها في الطياره عنده قداش من صندوق مسكر قالوا له حل. هذا يظهر لي في في نيجيريا قالوا له حل، قالوا لهم لا ما نحلش عندي غاديك السلاح. قالوا له لا لازمك تحل. لأول مرة شدوا صحيح باش يحلوا، قالوا كلنا قويل بالذهب. تي عريتنا ما عندها حد شيء تكذب على روحها. دونك انا هاني حكيت عليه القانون هذا، وهاني قلت لكم ادخلوا تو تشوفوه على اليوتيوب وقراوا البوند نتاعو وشوفك الروايق اللي باش تعمله لنا ومتاحها تونس والمغرب والجزائر متاحها، وهي حتى فرنسا ممكن باش تطلع ماهيش متاحها. وربي معانا وان شاء الله ربي ينصرنا عليهم وينصرنا على القوم الظالمين والكافرين والفاسدين والجماعه الكل. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.